من دلوقتي وقدامكم اهو هستغنى عن الخطاب الديني القديم ده وجايب لكم معايا الخطاب الديني الجديد. الخطاب ده الحقيقه كان فيه افهام مغلوطه وكان بيضحك علينا فيها باسم الدين، بس الخطاب ده هيفهمنا معناها الحقيقي وقد ايه احنا كنا مغفلين. مش انتوا عاوزين تجديد؟ نوريكم احنا بقى التجديد يكون ازاي. عندنا حديث هنا مشهور جدا في الخطاب القديم، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اما الخطاب الجديد ده مع ان اللي جواه قديم الا انه جديد في معناه. ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا واولي الامر. اطيعوا اولي الامر. طب ما تشوف اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول. الله سبحانه وتعالى في كتابه امرنا ان نطيع اولي الامر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: من كره من اميره شيئا فليصبر، فان من مات على مفارقة السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أنا أدعو المصريين جميعا إلى أن يعقلوا عن الله ما يريده منهم وعن رسوله ما يطلبه منهم. نريد محمد مرسي يعود كما إحنا انتخبناه. هو الرئيس ده موجود وموجود شرعي وهيبقى موجود. بنعترض عليه اوكي، وانا اول واحد والله، بس اعتراضنا انا معترض معارضة بناءة، مش معارضة خراب، لا معارضة بناءة. بقول له يا ريس خلي بالك من كذا، بس انت ريس. خليني اضرب لك مثلا، لو انا راكب طيارة وقالوا لي الطيار ده مثلا صليبي او بيعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، ها، وراجل سايق بينا فوق، عامل له ايه؟ لا لازم يتشال. ايه اللي يتشال ده؟ هنشيله هنقع. انت عبيط انت ولا اهبل انت ولا في هبل كده، زي الحشاش اهبل. واحد حشاش اهبل راحوا يعدموه الحبل اتقطع على له، وبعدين احنا جايين نتعلم ولا جايين نلعب بقى؟ اه في ناس هبله كده. ده لازم يكمل.